عارف انت في مثل كده بيقول لك ايه؟ احترت انا معاك والطبع فيك غالب، مديل الكلب ما يتعدلش حتى لو علقوا له قالب. هو دوت سانتوس مدرب البرتغال. يعني هو شوط اول بحال وشوط تاني بحال تقريبا كده. البرتغال اللي هو انت لازم يخش في الجول، لازم الماتش يتصعب عليك علشان تفتكر ان انت فرقه كبيره، عشان تفتكر ان انت نادي واللي هو ليك جماهير وبتاع وليله كبيره كده. شوط اول اللعيبه نازله اللي هو ايه؟ انا نازل عادي، انا مفيش خطه مفيش حاجه، احنا نازلين نلعب على كريستيانو. مع ان السنين اللي فاتت انت كنت بتنزل تلعب على كريستيانو عشان مفيش غير كريستيانو. انما دلوقتي انت بتنزل تلعب على كريستيانو وانت معاك ناس كتير جدا. كريستيانو الدون حبيب قلبي وكل حاجه. انما الفكره ان ما انت بتلعب على واحد ممسوك من ثلاثه. هي فين الخطط؟ فين الحلول دوت تحديدا الشوط الاول والتكمله ليه الشوط الثاني؟ اللي هو انت فين الحاجات اللي انت محفظها مثلا في التدريب؟ هنخترق يا جماعه من هنا والتدرج بالكوره. انا بقيت حاسس ان كل لاعب اللي هو ايه، يلا انا معايا سكواد حلو، يلا ننزل واللي هو ايه الهمه فيكم يا رجاله، ربنا يوفقكم يا رجاله. اللي هو ده الموضوع، اللي هو ما فيش اللي هو انت شفتش جمل بتتعمل. حتى الجولين التانيين اللي جم بعيدا عن ضربه الجزاء، انت الجولين اللي جم ليك انت اشخاص، يعني هي الاشخاص بتجري. حتى ان رونالدو بيرجع دي مش حاجه انتم متفقين عليها، مثلا ان رونالدو يرجع ويسحب، لان هي حصلت مره واحده او مرتين. وساعتها فرنانديز راح داخل لجوه مكان كريستيانو. ما هو كريستيانو نزل اصلا، مش انت متفق ان هو كريستيانو اللي هو ايه، انزل علشان نسيب مكان جوه وبتاع ويسحب المدافعين واحد يخش؟ لا، هو كريستيانو نزل عشان كريستيانو ممسوك. فاللي هو انا لما يبقى عندي كوره ومعايا فريق واعرف العب على كذا لاعب، ليه مصمم ان انا اظهر بالشكل دوت؟ ليه مصمم ان انا شوط اول ابقى كده وشوط تاني ابقى كده؟ على الناحيه الثانيه اللي هو موضوع اللي هو ان انت بيخش فيك اصلا، يعني انت الكورتين اللي راحوا عليك دخلوا فيك جول. يعني دي حاجه اصلا تقلق يعني. احنا فرحانين ان البرتغال كسب وثلاث نقط وبتاع، بس دوت اضعف المفروض فريق في المجموعه. يعني انا ما اعتقدش ان الفرقتين التانيين التعامل معاهم هيبقى سهل. انت بتتكلم في كوريا، بتتكلم في اوروجواي، لا الماتش هيبقى سهل. البرتغال لازم يصعد اول علشان انت بنسبه 99% البرازيل هيبقى اول المجموعه. فانت لو تاني هتقابل البرازيل في دور ال 16، صعب 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 دلوقتي. ما كنتش فاهم ومش عارف اللي هو يعني سانتوس كمدرب لغايه دلوقتي. احنا كلنا عارفين ان بطوله اليورو اللي خدوها هم خدوها اللي هو ايه، يعني يلا الحمد لله، يعني اللي هو ايه، هو كان صاعدين ثالث وكريستيانو هو اللي كان عامل كل حاجه لغايه لما وصلوا للنهائي. والنهائي دوت من عند ربنا كده اللي هو كرم. فاللي هو يعني انت بقى كمدرب انا نفسي اشوف له فكر. يعني انا لما بشوفه انا بس على حالي اللي هو انت بتعمل ايه؟ آه، دوت على الجزء اللي هو بتاع البرتغال. على الجزء غانا لعبتها حلوه. انا استغربت بصراحه، يعني غانا الشوط الاول كان بيدافع بس وبيحاول يلعب على المرتده، وما كانش بيعرف يلعب على المرتده. فالفكره معايا ان غانا، يعني ما انتوا طلع عندكم لعيبه حلوه، لعيبه حلوه وكويسه، طب ما تلعب. طب ما اللعيبه راحت، انت رحت بكذا كوره انت جبتهم جول. يعني انت يعتبر غانا ما راحتش غير بثلاث اربع كور جابت جولين. يعني انت تقدر، يعني انت عندك. فليه ليه منكمش ورا؟ ليه اللي هو الانكماش؟ محمد قدوس دوت لما خرج، يعني انا قبل ما يخرج اصلا كنت شايف ان هو احسن واحد في المباراه. فما اعرفش هو خرج ليه. يعني برضو تفكير اللي هو مدرب بتاع غانا اوتو دوت او اوتو، ان هو الفكره كلها ان انت، ما انت عندك قدوس دوت وجوردان ايو، اللي هو الاثنين دولت. طب ماشي، ايو خرج تمام، او نزلت واحد مكانه وعملوا شغله كده. انما قدوس دوت كان هو يعتبر اللي شايفه اصلا بيتحرك في الفرقتين رايح جاي، وهو اللي عمل كره خطيره قبل ما البرتغال يجيب جول. هو اللي عمل الكره الخطيره اللي كانت اخطر كره في الماتش اصلا، اللي هو التصويبه اللي هو راح وعدى وبتاع. فالفكره معايا ان انت يعني ماشي، يعني هو كان حقه يطمع في الماتش بس طلع ركيزه اساسيه. وغانا كانت ممكن تتعادل عادي. بالنسبه لديجو كوستا حارس البرتغال، وانا مش عارف هو عايز مننا ايه. هو راح يعني عليه اربع كور صد، اللي هي الكره اللي هي صدها مره واحده، وبقيه الكور دخلت في جول. واخر كره دي وقعت قلب الدنيا كلها. فمش عارف، المستوى ما يبشرش بخير. فرحانين وفرحانين بانجاز رونالدو وخمس اهداف، واللي هو قصدي مسجل في خمس نسخ وكل الكلام الجميل دوت. بس الفكره ان انت اظهرت، انت جبت، انت عملت مرتدتين على طول. انت عندك لعيبه بقى، ما نستغلها بقى، ما نلعب عليها، ما نتعامل. ليه مصمم بقى ان مفيش خطه، ان مفيش حاجه؟ يعني برونو فرنانديز في الشوط الاول، انا مش انا برونو فرنانديز الشوط الاول اللي هو طب ما تطلع بره، طب ما تطلع اللي هو بجد اللي هو، يعني ما كنتش فاهم حاجه، اللي هو ما كنتش فاهم هو بيعمل ايه. ما كنتش فاهم المركز بتاعه. على الناحيه الثانيه سيلفا مش ظاهر. ما هم مش فاهمين. يعني انا عايز اعرف هو مثلا قال لهم ايه. ما فهمتش. حاولت ان انا افهم بس ما فهمتش. والشوط الثاني الهدفين اللي جم هم مرتده، انت بالظبط جايب هدفين في 3 4 دقائق. انت دي مجهودات ارتجال اللعيبه اللي عندك، اللي هو الشخصي بتاعهم الفكر بتاعهم، هو ود الكره هنا، ده بلمسه هنا وده بلمسه هنا، جابوا الهدفين. فالفكره ان انت بتخرج من المباراه ديت مع اضعف فريق في المجموعه.
يعني مقارنه بالفرقتين التانيين، فغانا هي غانا مش وحشه، بس هي يعتبر اضعف فريق فيهم. انت بتخرج كسبان بطلوع الروح 3-2، فالدنيا هتبقى قلق، خصوصا بقى ان انت يعني انت بتتكلم في غانا مهاجم واحد عندهم، والدنيا ماشيه، والدنيا في غانا لذيذه. انت بتتكلم تروح تلعب اوروجواي، عندك نونيز وعندك فالفيرتي وعندك كافاني وعندك سواريز، الجزء الهجومي بس. على الدفاع كوريا اللعيبه بتاعتها النهارده يعني تحولات هجوميه سريعه، الفرقه سريعه. فهو البرتغال هيصعد من المجموعه، بس كاول ده هيبقى فيها كلام. انت اتنقصت النهارده ان ما دخلش فيك التعادل، خرجنا 3-2 تمام، وانا كويس جدا، بس فكره بقى في المباراتين الجايين ودور ال 16 بس. يعني هو دوت اللي هو الفكره كلها. وما تنسوش المثل اللي قلناه في الاول، ويا ريت يوصل لسانتوس عشان سانتوس ده رهيب، ده رهيب رهيب. بس يكون ماتش خلص، والحمد لله على الثلاثة بونت، دي اهم حاجه، ونفكر في اللي جاي.